بيبدأ فيلمنا النهاردة بست اتقبض عليها. استنى بس، بيبدأ فيلمنا إيه؟ فين اللايك والسبسكرايب وأهلا بيكوا وازيكوا واعملوا مش عارف إيه؟ فين؟ أهلا بيكم، حلقة جديدة وفيلم جديد وملخص جديد على قناة ملخصات أيوه سمر كده. وعبد قادر. بيبدأ فيلمنا النهاردة بست اتقبض عليها من شخص غريب وفضل يلعبها في السر لمدة نص سنة، وبتبقى منبهرة بيه كل ليلة، والراجل ده بيحضنها لحد لما تنام فبيسيبها في الوقت المحدد في الساعة 4 صباحا تقريبا. وهو مش بيعرف ستات، بس بيحس بالضعف لما بيصحى كل يوم والبنت دي آمنة. في مكان واضح في البيت هتشوف بعض الملابس الداخلية للرجال وأحذية جلدية. لما جت تخرج اليوم ده لقت قفل باب بيتها مفتوح، كان فيه آثار إن حد حاول يفتحه. وبسبب الحاسة السادسة للبنت غيرت كلمة السر الخاصة بيها، ولما رجعت للبيت من الشغل بالليل لقت إن قفل باب بيتها اتفتح لسبب مش مفهوم. بس الغريب إن البنت وصلت عشان كانت على وشك إنها تطفي النور وتنام، بس سمعت فجأة شخص خارج الباب بيحاول يدخل كلمة السر، فقامت من السرير بحذر كده وحطت البنت ايديها على بقها، بس فجأة ما سمعتش صوت بره الباب. بصت من عيون الباب السحرية بس ما لقيتش حاجة، فتحت الباب بحذر وبصت ما لقيتش حد في الممر، بس لقت سيجارة على الأرض. فاتصلت بالشرطة بسرعة، بس الشرطة قالت لها ما تفكريش كتير، لكن البنت كانت خايفة وما نامتش لحد وقت متأخر من الليل. وفي اللحظة دي بقى ايه يا سمر، ايه اللي حصل؟ في اللحظة دي بقى يا عبد القادر ظهر شخص عريان من الحمام جنب السرير، حسس بحنية كده على شعر البنت وبعدين حضنها. صحت البنت تاني يوم وحست إن جسمها تعبان، بس الحاجة اللي ما انتبهتش ليها إنها شافت زبون بائس في الشغل. قال إنه كان عايز يوعدها بس البنت رفضت وملامح الزبون اتغيرت. حس إن البنت بتبصله بقرف وبدأ يزعق ولفت مم. انتباه كل الناس اللي في المكان. في الوقت ده جه المدير بتاع البنك للبيت علشان يساعد البنت وطردوا الأمن بعيد. وبسبب اللي حصل للبنت في اليوم ده حست البنت ان في حد بيراقبها، ولما رجعت البيت بتبص من ناحية الباب من وقت للتاني بقى علشان هي طبعا خايفة يعني. مم. فدايما كانت بتحس ان في حد ورا الباب. ولما نامت الليلة دي فجأة حد طلع من تحت السرير وخلى البنت تروح في النوم تاني، وبعدها قرب منها وحط لها مخدر في قماشة وحطه على وشها، وبعدها غسل سنانه واستحمى ورجع فرشة أسنان البنت بحذر لمكانها ومسك إيد البنت وهي نايمة. وبالطريقة دي كانت البنت بتتدهور بقى يوم بعد يوم. ظهر تاني الراجل البائس وهي مستنية الباسورد وكان عايز ياخد البنت يوديها بيته، بس لحسن الحظ ظهر بقى المدير مرة تاني. بعد كده ايه اللي حصل بقى يا عبد القادر؟ بعدها يا سمر أخد المدير البنت للبيت، بس لما راحت البيت النور كان قاطع وفجأة الباب خبط، وراحت البنت عند الباب بخوف، بس طلع المدير لأن البنت كانت ناسية محفظتها في العربية واداها لها، فشاف إن الكهرباء قطعة ولقى المدير مفتاح الكهرباء وصلحه. وقبل ما يمشي كان عايز يدخل الحمام، فالبنت دخلت الأول شالت حاجتها الشخصية وشافت إن شوية برضو. الحمام حد يعني مستخدمه، عشان هي كانت متعودة كل ما تخرج من الحمام بتغطي غطا المرحاض، بس لقيته مفتوح فطلعت وهي مرعوبة وسألت المدير عرفت ازاي رقم شقتي يا بيه، بس هو ما جاوبهاش. فحست البنت بخوف شديد وجريت للدور الارضي عشان تطلب الشرطه، بس لما الشرطه وصلت وفتحت الباب لقت المدير متعلق في مقبض الباب ومخنوق لحد لما مات. وهنا البنت دي اتاخدت لمركز الشرطه عشان كان في اثار لشخص تالت في الاوضه. فكانت الشرطه بتفكر ان البنت دي والشخص التالت قتلوا المدير، وبعد 48 ساعه تم الافراج عن البنت عشان مفيش ادله كفايه. وبعدها قررت البنت انها تسيب الشقة دي اصلا خالص. حقها. وهي بتلم حاجتها لقت مفتاح في الارض، بدأت تجربه على باب الشقة اللي في العمارة بتاعتها، فاتفتح باب شقة بس ما كانش في حد جوه، وكان في تراب، ولقت بطاقة إيمانية لبنت كانت صاحبة الشقة. دي بقى بنت وكل يوم الساعة 8 بتروح سوبر ماركت تشتري حاجات ب 3200 يوان. فقررت انها تراقبها هي وصاحبتها، وفعلا بيروحوا وبتظهر البنت وبتشتري فعلا ب 3200 يوان، معرفش اشمعنى الرقم ده بالذات يعني. وبيقرروا يتتبعوها، وفضلت ماشية وراها لحد لما راحت لبيت، وكان قفل الشقة زي قفل شقتها بالظبط، وكان نفس كلمة مرور بيتها. فدخلت البنت البيت بحذر، والمشهد اللي شافته في الأوضة خوفها. كانت مربوطة في سرير وفي إبر كتير في جسمها. طلبت البنت الشرطة بسرعة، وفي اللحظة دي جه حد فجأة استخبت البنت بسرعة تحت السرير، وجه واحد غريب وطلع أنبوب إبر وحقن البنت اللي على السرير. والبنت اللي على السرير هي نفس البنت اللي اختفت في البيت بتاعها، والراجل ده هو اللي قتل المدير. سمعت صوت البنت اللي فوق السرير وهي بترتجف من الخوف، وفجأة وقع التليفون من ايديها على الأرض. ولحسن الحظ ايه اللي حصل يا سمر؟ لحسن الحظ يا عبد القادر خدته من غير ما يشوفها، ولما شافت القاتل طلعت من تحت السرير. لف القاتل بس هي استخبت تاني بسرعة ورا الباب وشافت حاجة
مرعبة أكتر كانت البنت اللي على السرير رجليها مقطوعين، وكان في صوت صفارات الإنذار بتاعة الشرطة. فبص القاتل كده من الشباك، فانتهزت البنت الفرصة عشان تستخبى ورا الترابيزة اللي في الأوضة. إمم. والقاتل كان عايز يقطع إيد البنت برضه، بس فجأة وقعت إزازة في أوضة المعيشة، والقاتل مهتمش باللي حصل وخد قطته وطلع الأوضة علشان يكمل تقطيع في البنت. إمم. فالبنت جت تجري بسرعة وتفتح الباب، بس سمعته وهو بيقول لها تليفونك رن مستنياني اشيلهولك. فطلعت البنت تجري في الزقايق، بس ما كانش في حد سامعها. فجأة ظهر القاتل تاني قدامها، فصرخت البنت علشان حد يساعدها، بس ما حدش رد عليها، وكل اللي كانت تقدر عليه هي انها تكمل جري. استخبت اخيرا في مستودع من المستودعات اللي موجودة، ولما شافت القاتل بيمشي كانت عايزة تستخبى من غير ما يشوفها. فجأة اتفتح الباب اللي جنبها واتصابت البنت بالعمى. طب ليه كده؟ مش عارفة. في الوقت ده صديقتها ضربت القاتل بالعربية الحديد، الحمد لله إمم. صاحبتها جت إمم. ووقعته على الأرض. والبنت كانت خايفة، ولحسن الحظ كان في عربية شرطة كده ماشية بالصدفة في الطريق. سبحان الله. وبسرعة لقوا الجثة، وعلى سطح الجثة كان في ايديها بطاقة عمل اللي اديتها البنت للراجل البائس، إمم. فاكر؟ أيوه فاكر. بسرعة بقى الشرطة قبضت على الراجل البائس ده، فقال للشرطة أنا مش هكون غبي وأقتل الناس. فقال ضابط الشرطة أنا ما قلتش إنك قتلت، عرفت إزاي؟ إمم. وكان باين طبعا جدا إن راجل الشرطة ضرب الراجل البائس، والضابط كان على يقين إن ده القاتل. وخرج الضابط وقال للبنت إن إحنا هنقدر نقبض عليه عن طريق بصمته، بس البنت كانت لسه قلقانة. اتحرك بقى تاني يوم، وإيه بقى اللي حصل يا عبد القادر؟ قبل ما نكمل يا سمر ايه اللي حصل، عايزين نقول لكل متابعينا اللي موجودين معانا للفيديو لحد دلوقتي شكرا ان انتم موجودين لحد دلوقتي، وما تنسوش الاشتراك في القناة لو مش مشتركين، وما تنسوش اللايك والشير والكومنت عشان تدعمونا ونوصل لمتابعين اكتر. اللي حصل يا سمر بعد كده انه تاني يوم اتحرك واكتشف ان الحمض النووي مش مطابق، والبنت اتنقلت لبيت جديد، بس سمعت صوت خبط على الباب تاني، فسمعت صوت الساعي من بره، بس البنت ما كانتش طالبه حاجه من الدليفري يعني ولا حاجه، عشان كده راحت للشباك عشان تتأكد انه الساعي، وظهر الساعي وفتحت العلبة واتضح انه في العلبة تليفون. فتحت التليفون ولقت التليفون مليان بصور البنت اللي كانت على السرير، بس ما كانش عندها وقت للخوف. التليفون اتصل بشخص، وظهر فجأة شخص غريب في الصورة، والاكتر رعب بقى هو ان الراجل مستخبي في الحمام. وفجأة صديقتها جات وبدأت تقول اسم صديقتها المفضلة بشكل بائس، بس ما جالهاش اي رد. فجرت البنت لبيت اهلها في البلد. في الوقت ده الراجل كان على وشك انه يقطع رجل صديقتها، فرمت البنت بسرعه طفايه الحريق واستخبت في الباب، وفجاه ظهر الراجل من وراه، وكان ده الراجل البائس اللي اطلقوا سراحه. ولحسن الحظ الشرطه وصلت وانقذت البنت، وبعد ما فتحوا الباب لقت الشخص ده مستلقي على السرير، بس القاتل مفقود. وقال ضابط الشرطه للبنت ان القاتل سجل فيديو قبل 3 ساعات، ولحسن الحظ برضه رجل صاحبتها كويسه، والهدف النهائي للقاتل هو البنت. وجه ضابط الشرطة وأساء فهم البنت قبل كده، وقال لهم إن هو اشترى شاشة بلوتوث واداها لهم، فحطت البنت الشاشة في مكان يقدر يراقبوا منه، وبعدها راحت للسوبر ماركت عشان تشتري حاجات، فقابلت حارس الأمن اللي شافته قبل كده. ولما كانت هتمشي إيه اللي حصل يا سمر؟ فجأة يا عبد القادر سمعت إن الحاجة اللي اشتريتها ب 3200 يوان، فاكرها؟ امم. إن بصت البنت لورا وبصت على حارس الأمن، وكان لابس ساعة قديمة. فجريت للبنت علشان تقفل كل أقفال البيت. اتصل بيها ضابط الشرطة وقال لها لازم تفضلي في البيت على قد ما تقدري، وما تخرجيش عشان الراجل البائس بقى مش هيسيبك في حالك وهيقتلك. امم. شغلت البنت شاشة التليفون اللي اداها لها وعادت كل المشاهد. لقت انه دخل راجل قبل ما تدخل من الباب، الراجل اللي خلع القناع هو حارس الامن. امم. وبص بصه نرجسيه كده للبنت، استخبى تحت السرير. بدات رجل البنت ترتعش من كتر الخوف امم. وبدون وعي. فجاه مسك رجليها بايديه الاتنين، فحاولت البنت تهرب، بس كانت كل اقفال البيت مقفوله، اغمى عليها طبعا. فالقاتل استنى لحد ما البنت رجع وعيها، وما كانتش عارفة هي مربوطة ولا مش مربوطة. وكان وراها القاتل مسكها وحضنها وهي لسه فايقة. وبعدين القاتل حط المخدر، وكانت البنت بتعيط بشكل بائس جدا، بس هو طبعا كان عايز بس يحسس على شعرها. وهو بيقرب منها في الوقت ده عضته في ودنه. طلعت البنت تجري لحد تحت، واخيرا استخبت في الاوضه، وكانت شبابيك الاوضه جوه مقفوله كويس، يعني مش فيش حد هيدخل بقى ولا هيخرج امم. ولا اي حاجه. ولو من غيرها ما كانتش هتتقفل. وكان القاتل بطيء شويتين، فكان بيدور عليها في اوضه اوضه، وطلع المفتاح عشان يفتح قفل الباب. وحاول القاتل انه يفتح باب الاوضه فعلا اللي البنت جواها. فتح الباب ودخل، وحاول يقرب من البنت ببطء، وكان عنده استعداد انه يقطع راس وايد البنت، بس بالصدفه الاتنين وقعوا تحت الخزنه، والمسمار دخل في كف ايد القاتل. بس طبعا استحمل الالم امم. علشان يكمل خطته. انا معرفش بصراحه ايه وجهه نظره في قطع الرجول امم. والايدين، بس يلا بقى.
وخطط لقتل البنت، ولكن البنت قاومت بقوة قليلة ودفعت إيده بعيد وضربته بالمسمار ومات. استنت البنت شوية دقايق قبل ما تنادي على الشرطة، وفي النهاية تم تبرئة البنت بحجة الدفاع عن النفس وأطلقوا سراحها. فقررت البنت إنها تمشي من المدينة الشريرة الصاخبة دي وترجع تاني بقى لمسقط راسها في البلد عند أمها العجوزة، وكانت دايما بتخاف وبتبص تحت سريرها قبل ما تنام. تفتكر يا سمر يعني نستفاد ايه من القصة والفيلم ده؟ انه محدش بقى يسيب بلده ويروح آه، للمدن الشريرة. نقعد جنب أهالينا. يعني خلينا كده كويسين مكانين أنتوا كده. إيه رأيكم طيب، يعني تستفيدوا إيه من فيلم زي ده؟ قولوا لي كده.